أول كلمات مرتضى منصور بعد خروجه من السجن. شاهد ماذا قال، ولكن في البداية صل على النبي محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. منذ ساعات قليلة خرج مرتضى منصور من السجن. أول ما نزل من العربية مرتضى منصور قال كلمتين ما قالش غيرهم. قال أنا دخلت السجن أسد وطلعت أسد، واوعى تفتكر يا محمود يا خطيب إن أنت اللي دخلتني السجن. لا، لو أنت اللي دخلتني السجن يبقى أنت اللي عزلتني في 2020، يبقى أنت اللي دخلتني السجن أيام الثورة. ده كان كلام مرتضى منصور. الظاهر كده إن مرتضى منصور مش هيجيبها لبر. مرتضى منصور قال كمان إن أنا هطلع الساعة 11 وهقول على اللي حصل معايا بالحرف الواحد. مرتضى منصور هيطلع الساعة 11 بالليل هيهاجم الكابتن محمود الخطيب من جديد. الظاهر مرتضى منصور السجن ما أثرش فيه. الظاهر ان مرتضى منصور ما تعلمش من اللي حصل له. الظاهر ان مرتضى منصور ما أخدش العبرة من اللي حصل فيه. مرتضى منصور هيطلع الساعة 11 وهيمارس هوايته المفضلة، وهي الغلط والسباب والشتائم في الكابتن المحترم الخلوق محمود الخطيب. دعونا ننتظر ماذا سيقول مرتضى منصور الساعة 11 مساء اليوم. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.